السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. وصفة النهاردة هي مش جديدة، وصفة سهلة وسريعة، بس حابة اقول فيها كام حاجة كده. للأمانة يعني حاجة انا بشوفها مش مظبوطة، فحابة ان انا اقولها لكم في فيديو النهاردة. احنا في موسم طبعا الفلفل الاحمر الجميل البلدي دوت، وشطه الهالبينو او فلفل الهالبينو، والفلفل كمان اللي هو الفلفل الشطه او الشطه الحمراء الحاميه. فكلها وصفات بتعمل منها وصفات جميله جدا جدا. اول حاجه في وصفه الفلفل الاحمر دوت هو هريسه الفلفل الاحمر، اللي لا يمكن الاستغناء عنها ابدا، لانها بتتحط في وصفات كتير، بتتحط مع الطماطم. لو هي مثلا في الشتاء بتبقى ما هياش حمرا قوي بنحطها معاها، بنعمل بيها بتنجان، بنحطها على اي خضار احنا بنعمله. جميل جدا الفلفل الاحمر زي ما انتم شايفين، جميل جدا. هو مشهور طبعا ان هو بيتحط في المش، اللي هو عنده برطمان مش ولا عنده زرع ولا حاجه بيحط فيه. كمان الشطه الهالبينو دي اللي هي حاميه قوي، بيتعمل بيها فلفل، تتحط في المش، يتعمل بيها الشطه الحاميه، تعمل بيها وصفات كتير. وصفه النهارده الهريسه بقى، والحاجه المهمه اللي انا عاوزه اقولها لكم شفتها وما عجبتنيش بصراحه، عشان حرام الحاجه غاليه وانها تترمي. هقول لكم انا بعمل الهريسه الاول ازاي، واقول لكم الحاجه اللي انا شفتها وما عجبتنيش. عندنا الفلفل الجميل ده بيكون كله لحم، حجمه كبير حجمه صغير تلاقيه. وعندنا الهالبينو ده انا برضه هقول لكم انا بخزنه ازاي، بس في اخر الفيديو ان شاء الله. الفلفل الاحمر ده بيتعمل منه البابريكا، واعمل لكم بيه فيديو تاني مفصل عشان ما اطولش عليكم هنا. وهنعمل النهارده اللي هي الهريسه منه. طبعا بيتقطع معروفه، قطعيه زي ما تقطعيه. اهم حاجه يهمني في الموضوع ان البذر اللي جوه ده ما ترموهوش. البذر ده خديه جففيه، وبعدين على شهر 3 أو 4 تقريبا، يعني مش فاكرة الموعد قوي، يعني ان احنا بنزرعه عندنا في البلكونة، بيطلع عندنا احلى شجر للفلفل ده. انت بتجيبيه من السوق. في ناس بتقولك لا انا بشيل الفلفل وابيعهولك كده من غير البذر، انا اسفه، وابيعهولك كده من غير البذر. فطبعا انا برفض الموضوع دوت، وباخده ان هو مقفول بالبذر بتاعه جوه، عشان كمان ما يكونش مهري وما يكونش فيه حاجه مش مظبوطه. بهرسه في الكبة عادي خالص من غير ميه. اول حاجه يا جماعه، من الحاجه اللي عاوزه اقولها النهارده، اوعي تحطي عليه ميه. لو حطيتي عليه ميه لونه هيغير، لونه هيغمق. لما انا بفرمه ما تحطيش عليه ميه خالص. انا بديله ضربات متتاليه او متتابعه، او ضربات وتفصلي ضربه وتفصلي، علشان يديكي اللي هو الهريسه القوام اللي قدامنا ده، انها لما مفرومه قوي، ولا ان هي ماسكه قوي، او انها قطع كبيره. عندي برطمانات بلاستيك، برطمانات ازاز، اللي عندك متوفر مفيش اي مشكله. خليتوا بالكم انا حطاه بدون ما احط عليه اي حاجه، حطيت على الوش زيت. للاسف بقى اللي انا عاوزه اقوله ان انا بشوف ناس بتجيبه وتروح حاطه عليه ملح، وتروح تقولك حطيه في قلب التلاجة عندك ومش هيجراله حاجه. لا يا جماعه، بيعفن، صدقوني بيعفن. حطيتي عليه ملح وزيت وحطيتيه في التلاجة فترات طويلة، ما تقدريش تستهلكيه إلا في خلال أسبوع بس، لأن الفلفل الأحمر سريع الفساد جدا، بيفسد بسرعة فظيعة عن الأخضر بكتير. أنا بعمله بالطريقة دي عشان بحطه في الفريزر، ساعات ما بحطش عليه كمان زيت. انا الزيت علشان لما اجي اشيله من البرطمان او واخد معلقه، يبقى الزيت بيعمل عازل معايا ويتشال معايا بمنتهى السهوله. لكن انا لو حطيته كده في قلب التلاجة وحطيت عليه ملح كتير وزي ما بيقولوا، وتحطش عليه مش عارفه ايه والكلام ده كله، هيعفن. هنا بقى بالنسبة للشطة الهالبينو اللي شفتوها ديت، الشطة دي حامية جدا، أنا بحتاجها في حاجات كتيرة، أحطها على حاجات سبايس كتير. أحسن حاجة ليها وأكتر طريقة نفعتني في التخزين هي والشطة الحمرا دي الحامية دي، إني بحطها بغسلها وأنشفها وأحطها في كيس وعلى الفريزر، وصدقوني بتفضل زي ما هي بلونها، وبتفضل ملحمة زي ما هي كده، ما بيجرالهاش أي حاجة. لو عجبكم وصفة النهاردة أو الأفكار اللي أنا قلتها النهاردة، ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والكومنتات الجميلة اللي بتسعدني، ودمتم دايما يا رب بألف خير. يلا الحقوا بقى الفلفل قبل ما يخلص، وهاتوا كمية حلوة كده عشان هنعمل وصفات تانية متتابعة بيه إن شاء الله.